مشاهدينا حبايبنا، يا هلا بيكم وين ما كنتوا، وسهرة مميزة تجمعنا وياكم ويا ضيوفنا المتألقين. اليوم ضيفنا هو الفنان الحساس صاحب الالتزام الجميل المعاصر لثلاث أجيال. مو بس هذا، وايضا هو ركن من اركان الاغنيه العراقيه. هو متلألئ، واليوم راح يتلألأ بمسرح ستار شو وبأيوسي، الفنان النجم الكبير اللي عمره بحياته ما شرب لا شاي ولا قهوه ولا اي نوع من المشروبات الساخنه. اكيد عرفتي، اكيد انه هو الفنان القدير، نستقبله بتحيه كبيره الفنان محمود انور. صحيح ما اشوفك بعد، طيب اخو عنواني، يمكن تحن بغربته تتمنى لو تلقاني، روح بس تتذكر تحن لي اكثر، روح والله اتذكر تحن لي اكثر، قلبك علي اتغير لو انت ما تهواني، قلبك علي يتغير لو انت ما تهواني. صحيح ما اشوفك بعد، طيب خذ عنواني، يمكن تحن بغربتك تتمنى لو تلقاني. اجبر شوية الخاطر الخاطر الخاطر، فكر قبل لا تسافر لا تسافر لا تسافر، اجبر شوية الخاطر الخاطر الخاطر، عندك اليوم وباكر راجع قرارك ثاني، عندك اليوم وباكر راجع قرارك ثاني، روح بس تتذكر تحن لي اكثر، روح والله اتذكر تحن لي اكثر، قلبك علي يتغير لو انت ما تهواني، قلبك علي يتغير لو انت ما تهواني. صحيح ما اشوفك معاك، طيب خذ عنواني، يمكن تحن بغربتك تتمنى لو تلقاني. من كلمة وحدة تغيري ما تقولي من عند الشفيت، قولي الشفيت والله الشفيت، من كلمة وحدة تغيري ما تقولي من عند الشفيت، قولي الشفيت والله الشفيت، انت اللي بروحي عشت تفكري بنسياني، انت اللي بروحي عشت تفكري بنسياني، روح بس تتذكر تحن لي اكثر، روح بس تتذكر تحن لي اكثر.
عذاب قلبك علي تغير لو انت ما تهواني، قلبك علي تغير لو انت ما تهواني. صحيح ما اشوفك بعد طيب خذ عنواني، يمكن تحل بغربتك تتمنى لو تلقاني. صحيح ما اشوفك بعد طيب خذ عنواني، يمكن تحل بغربتك تتمنى لو تلقاني. نجمنا القادم من تركيا اللي حيشاركنا سهرتنا هو صاحب الصوت المعتدل. نجمنا امتاز الرقة في فنه وإنسانيته، هو الشاعر والمطرب في آن واحد. رحبوا وياي بالنجم مراد باشران.
şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. O şimdi asker. بعدنا مستمرين بهذه السهرة الجميلة. أيضا أحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو آراس، وأيضا أحيي بسمان، وأحيي كل مشاهد عراقي دا يتابع ستار شو، وأيضا أحيي هبة والأستاذ محمود أنور، وأيضا الفنانة التركية توبا، وأيضا الفنان التركي مراد. أكيد إيهاب، اليوم سهرتنا جميلة جدا ويا ضيوفنا المتألقين، وأستاذ محمود الحمد لله على السلامة، نورتنا اليوم. الله يسلمك، تسلمين حبيبتي. شلونك؟ بعد الغياب هذا الحلو من خلال شاشتكم ان شاء الله تكون فعلا حلقة مميزة وجميلة ويستمتع بها جمهورنا الحبيب. أكيد طبعا. أستاذ محمود، تعاونت ويا كوكبة كبيرة من الملحنين أمثال طالب القرغلي، الأستاذ الكبير جعفر الخفاف، طارق الشبلي، وأسماء كثيرة، لكن اللافت هو أنه تعاونت مع الفنان كاظم الساهر بأغنية واحدة ألحانه. هاي الأغنية يعني خلينا نقول ما أخذت حقها إعلاميا. هي الأغنية انحبت عند الجمهور الحقيقة، يعني اكو كثير عدد كبير بس من المايك. الجمهور انه سمع العمل هذا. بس ما كانوا يمكن قسم كبير من عندهم انه عارفين العمل من الحان الفنان الكبير كاظم الساهر. وهذا التعامل كان الحقيقة في بدايات زميلي واخي الاستاذ كاظم الساهر. والله سبحانه وتعالى ايضا وفقه، وما شاء الله اصبح من نجومنا المتميزين بالعالم العربي. الحلو انه انا ما اعتمدت فنان واحد، يعني من الاساتذه الملحنين او الكتاب، تعاملت مع الكل، فالعمل الجميل هو يفرض نفسه يعني. أكيد طبعا. نعم. بس ولو بس هنا يمكن السؤال هنا يطرح نفسه، يعني ايضا صدق انه الفنان الكبير العراقي كاظم الساهر انه قدم لك لحن وانت قبلته او رفضته، انه هم شنو صحة هذا الخبر؟ لحن جديد يعني أداء الأغنية، انه قدم لك انه لحن وانت رفضته، هذا اللي هو يمكن تداول باحدى الصحف العراقية. ما اظن، لانه انا هو ماكو الحقيقة موضوع رفض. هو بعد ما اتفاق بتنفيذ عمل أغنية صحيح ما أشوفك بعد اللي غنيتها أنا بداية الحلقة، بعدها بالعكس التقينا أنا وأستاذ كاظم، كان بلش نجوميته يعني بلش يصبح نجم. فقد يجوز يعني يعني أكو لبس بالموضوع. هو التقينا يعني مرة من المرات بالإذاعة والتلفزيون أنا ذاك أنا وياه، وهو قال لي العمل حلو، انه شنو رايك ننفذ عمل ثاني جديد. يعني ابتسمنا مع بعض، انا قلت له لا، انت الان اصبحت نجم، فالعمل الجميل اكيد انت تحتفظ به لنفسك، وهذا حق مشروع يعني. وصارت ابتسام، بس ماكو اي موضوع لرفض او شيء. أي سنة كانت الأغنية؟ لا، اللقاء اللي هذا الحديث انا راح احكي لك سنه يمكن 93. بس العمل هذا اللي نفذناه 89. 89. نعم. توبا، انت اليوم يمكن زينة المسرح وايضا فنانة كلش متألقة. ابتديتي بدايتك مع المخرج انه هو عثمان، هل انه هو كان عراب توبا او كانت انه هي الانطلاقة لتوبا من وراء المخرج الكبير عثمان سفاف؟ Osman Sınav'dan aldığınız dizi teklifi şarkıcı olmanıza etkisi oldu mu? Evet, şöyle oldu. Benim 24 yaşındayken Güneşlenirken keşfetti Osman Sınav. عنك ما اتخلى وياك الاخر خطوه يا ابو الضحكه الحلوه يا ابو البسمه الحلوه فدوى العينك فدوى يا ابو الضحكه الحلوه فدوى العينك فدوى يا ابو الضحكه الحلوه شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم حبك بيا السوا فدوى عينك فدوى حبك بيا السوا فدوى عينك فدوى hey, hey. Yaşadığım olaylara, yani buna kendi yaşadığım da dahil. Hani sevgiler, aşklar, üzüntüler,
hani böyle iniş أنا هم عايش موضوع أسويها أغنية مواضيع الحب والأحزان والأفراح تطلع بها أغنية. inişli çıkışlı oluyor. Yani e, ayrılınca hüzünlü şarkılar oluyor. E, e, الفراق مرات يطلع أغاني للحزن. e, 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 barışınca e, 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 sevinçli e, güzel şarkılar oluyor. مرات من من المفترقين ينجمعون من سوا يطلع أغاني أحلى بعد. E, duygularımı e, 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 oldukça aktarmaya çalışıyorum. Tabii bu e, yanımda gördüğünüz gitarıma borçluyum. يقول أنا مديون من هذا الأغاني مديونها إلى الجيتار مالتي اللي عندي. أستاذ محمود، خلينا نبقى بنفس الأجواء. آه، آم، ما ما جربت مرة إنه أو ما عندك أغنية من كلماتك؟ لا، هي ال- الموبايل يعني أنا محاول مم. وأكو كثير من الأغاني اللي أنا أصلا غنيتها أي. عامل تعديلات فيها، مم. يعني هي كاتبها أحد الأساتذة مم. بس أحس كوبليه مثلا أو مفردة معينة أو أي. جملة معينة ما عجبت، أغيرها يعني. مم. ف... بس ما يعني ما جربوا لا، أن تكتب أغنية كاملة كاملة. ما كتبت، بس ألحان حاولت يعني مهم. مهم. أكثر من شنو اللي يشدك بالأغنية؟ يعني لما تسمع كلمات من شاعر، شنو اللي يشدك بيها؟ أو أنت تطلب إنه يعني من الشاعر إنه اكتب لي على هيش موضوع مثلا عن فراق أو عن وطن أو كذا؟
نعم، هو احيانا حسب ما يتطلب الحاله، او تتطلب الحاله عفوا اللي انا بيها. مهم. احيانا يعني تكون فكره معينه مهم. نضجت في ذهني مهم. واطرحها مهم. للاساتذه الكتاب، او يعني اختار احدهم طبعا اطرح لي الفكره ويكتب الموضوع على ضوءها. وبعض مرات لا، تجيني هي مواضيع اصلا جاهزه وتكون قريبه الى نفسي احبها. انا دائما اختياراتي مو شرط ان يكون عاطفي، يعني حتى أي. اغنيه وجدانيه أي أو صحيح. يعني طبعا أي. فمتنوع تقريبا باختيار. اهم شيء العمل انه يكون قريب الى نفسي. طبعا يلا اني اختار. تقتنع به. ما صاير وياك قصة بأغنية معينة؟ يعني أكثرية المطربين عندهم قصص يترجموها أغنية أو باغانيهم. أغنيتين أو موقف ممكن صار والله ما بأغنية. انا قالوا عن بالبدايات قالوا عن مم. اغاني كثيره انا نفذتها، مم. وهذه قصه مره على محمود، وهذه هي الحقيقه ما يعني أي. ماكو هي قصة. اغنيه اللي صار لا يمكن- كثير اغاني قالوا عنها، حتى مثل اغنيتي اللي اشترت كثير، مثل والله محتاجك يا اخي، أي. كلهم قالوا مثلا محمود غناها على اخوه. مم. مم. الحقيقه لا، هي مو الاخوي، انا غنيتها لكل اخ مثلا، أي. لكل اسره. اغنيه وجدانيه هي اكثر مما هي اغنيه مم. عاطفيه. لذلك هي ما عندي اغنيه بصراحه هي دايركت تخصني. لكن انا واجبي انه اغني اغاني للاخرين، يعني الام الاخرين اطرحها، تنقلها. افراح الاخرين اطرحها. أكيد طبعا. يعني هو هاي اعيش رسالة الفنان. الحاله اللي هم يحبوها. بس انت يمكن من قلال الفنانين اللي دائما يستخدمون الوقت الكبير حينما يمكن يجي شاعر انه تسمع من عنده اغنيه، تاخذ النص يمكن يا اما شهرين يا اما ثلاثه، تستغرق حي دراسه نعم. وتدرس الاغنيه وتفهم الكلمات وتعيش الحاله وتتقمصها، وبعدين انه انت تصورها وتغنيها. من خلال الفنانين اللي يحافظون على يمكن مساحتهم الغنائيه، وايضا مساحه الشهره اللي هم انحطوا بانتشار الاضواء، وايضا صاروا ان هم يمكن تحت الاضواء مع الشارع العراقي. يعني انا من رايي هو دائما الفنان يتأنى باختياراته، مم. ضروري جدا. بنفس الوقت حتى يختار العمل اللي يتناسب مع لونه، طبيعه صوته، خامه صوته، مع تيب هو شخصيته نفسها. بس هذا ما ياثر على الفنان؟ لا، هو ما يأثر إذا هو قدم أعمال جميلة وظلت في ذهن الناس. مم. يعني أنا مثلا صار لي فترة طويلة ما منفذ مم. أعمال، يعني غير عمل وطني، وإن شاء الله حاليا قريب عمل أيضا وطني، وبعدها يلا أنفذ عاطفيات. مم. بس إنه أنا كنت أتوقع إنه بعيد من ذهن الجمهور، بالعكس يعني جربت بأكثر من حفل، شفت جمهور موجود. طيب اليوم المشاهد مشتاق ل يمكن شوفة محمود انور، لا، وايضا وإحنا بعد طماعين. وايضا احنا طماعين، وايضا تبتعد عن الساحه الغنائيه فتره كبيره. ايش راح نسمع هسه وندندن؟ والله إن شاء الله نسمع ما ايش يعني راح تسمعنا؟ راح نسمعكم فد موال من نغم الحجاز، مهم. أغنية من أغانيه أيضا. ايضا الكاميرات كلها القديمة. تنتظرك، وايضا ستار شو وهبه ومستر مراد وتوبه ايضا تنتظرك في سماع صوتك. تفضل استاذ. إن شاء الله. شكرا. جبتها وياك، جبتها وياك، صار سنين عيني مضيفة الدم. جبتها وياك صار سنين عيني مضيفة الدمعة، قلبي الحزن ياكل بيه من السبت للجمعة. قلبي الحزن ياكل بيه من السبت للجمعة. اللي يحبك ترى معذور لما يكبر بسرعة. لا تقول من أحبك عيب، مو أنت اللي تقول العيب، وعيونك أنا لسه صغير واستعجل علي الشيء، استعجل علي الشيء. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول منحب مو انت اللي تقول العيب وعيونك بعدني صغير واستعجل علي الشي وعيونك بعدني صغير صغير واستعجل علي الشيب لنا بياض بالشعر موشي يا عيني يا ابويا بياض بالشعر مو شيب ترى هذا حكمك القاسي لقاني بيوم اسوليك جاني وجلب براسي ما حد قال لي ظلوم لا ناسك ولا ناسي يعني لا تقول منحبك عيب مو انت اللي تقول العيب وعيونك انا لسه صغير واستعجل علي الشيء مو شفت الوجه تعبان حسبالك كبر سني تجاعيد وهموم بيه منك اجت هموم مو شفت الوجه تعبان يا عيني مو شفت الوجه تعبان حسبالك كبر سني تجاعيد وهموم البيه منك اجت مو مني اذا انت بسعادة تعيش انا القهر كاتني اذا انت بسعادة تعيش أنا الضيم القهر كاتني كاتني لا تقول منحبك عيب لا 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 لا, لا. بعد هالروح من حبك جريحة بلياك عاشت مستريحة بعد هالروح من حبك جريحة بلياك عاشت مستريحة شلون تريد الاقي اسولف لك وحاجي شلون تريد الاقي اسولف لك وحاجي وانت وياك ما تنفع نصيحة انت وياك ما تنفع نصيحة بعدها
شلون تريد الاقيك اسولف لك وحاجي شلون تريد الاقيك اسولف لك وحاجي وانت وياك ما تنفع نصيحه انت وياك ما تنفع نصيحه بعدها الروح الله كنت اتصورك عش الحمامة ما تنفع بعد حيرة وندامة كنت اتصورك عش الحمامة ما تنفع بعد حيرة وندامة الناس تلومني صعبة الملامة الناس تلومني صعبة الملامة كنت اتصورك عش الحمامة